هل حاولت إنك تكون شخص تاني بس علشان تتقبل؟ بتخاف تكون على حقيقتك علشان الناس ما ترفضكش؟ بتحاول ترضي الكل علشان ما تتسبش؟ بتتعامل ببرود رغم إنك بتدي حب من قلبك وبتساعد الناس وشايل همهم؟ لما حد يمشي من حياتك أو يبعد عنك بتحس وجع رهيب كأنه عميق، أعمق من الوجع الطبيعي. كل مرة بيحصل لك رفض حتى لو مواقف بسيطة بتحس بوجع شديد كأنه بيضغط على جرح قديم جواك. ده مش ضعف منك، ده جرح قديم من الطفولة، اسمه جرح الرفض. جرح اتزرع جواك من الطفولة وبيأثر عليك وعلى كل علاقاتك النهاردة. مرحبا بكم، أنا آلاء ماجد، معالجة نفسية متخصصة في تحرير المشاعر والصدمات. هتكلم النهاردة عن جرح بيخلي ناس كتير تعاني قوي في صمت، جرح بيأثر على علاقاتنا واختياراتنا وحتى إحساسنا بقيمتنا. جرح الرفض. جرح الرفض من أعمق الجروح النفسية اللي ممكن تسيطر على اختياراتنا وعلاقاتنا وحتى إحساسنا بنفسنا وقيمتنا. منين بيجي جرح الرفض؟ جرح الرفض بيتزرع جوانا من الطفولة. الطفل اللي جواك حس انه مرفوض من زمان، من الطفولة، زي البنت اللي اهلها يقولوا لها انهم كانوا عايزين ولد وانهم اتصدموا لما جت بنت. حد اهله ما تقبلوهوش زي ما هو، او فضلوا عليه اخ او اخت، او كان دايما بينتقدوه بطريقة حسسته انه هو اللي مرفوض مش تصرفاته هي اللي مرفوضة. حد اهله حسسوه انه مرفوض لو ما كانش مثالي، أو حد أهله حسسوه إنه مرفوض ومش محبوب لو ما كانش مفيد بالنسبة لهم وبيساعدهم وبيخدمهم، وإنه لازم يرضيهم بشتى الطرق علشان يرضوا عنه ويحسسوه إنه هو محبوب. أو حد أهله حسسوه إنه مرفوض لو اهتم بنفسه وإنه لازم يهتم بيهم هما الأول وينسى نفسه علشان ما يتقلش عليهم. فبيكبر ويتعلم يحاول يرضي كل الناس وينسى نفسه علشان ما يحاولش يتقل على الناس، لأنه حس إنه مرفوض وإنه ما يستاهلش. جرح الرفض بيعمل ايه كمان لما الشخص يكبر؟ بيخلي الشخص يخاف يعبر عن نفسه او يكون حقيقي، بيجامل زيادة عن اللزوم علشان يرضي الناس، بيهرب من العلاقات اول ما يحس انه مش مقبول، او يدخل علاقات مؤذية علشان يثبت لنفسه انه ما يستحقش الحب وانه مرفوض ومش مقبول. بيتعلق بسرعة وبيخاف انه يتساب، يعتقد انه لازم يبذل مجهود خرافي علشان يتحب. اللي عنده جرح الرفض بيبني حوالين قلبه حيطان، يضحك، يساعد، يرضي الناس، بس عمره ما يخلي حد يقرب منه بجد، لأنه مقتنع إنه لو حد شافه على حقيقته هيرفضه. جرح الرفض كمان ممكن يخليك تحمي نفسك زيادة عن اللزوم، تبعد الناس عنك وتبان قوي ومستقل، بس جواك في عزلة وحدة. أحيانا اللي عنده جرح الرفض مش بيبان عليه، لأنه بيلبس قناع القوة علشان ما يتأذيش تاني وما يحسش بالرفض اللي حسوه في طفولته. كل مرة تحس فيها إنك بتتعلق بحد بسرعة، وتحس إنك خايف تترفض، أو تعمل فيها المستحيل علشان الناس ترضى عنك وما تسيبكش، اعرف إن ده مش حب، دي طريقة العقل بيها بيحاول يهرب من ألم قديم اسمه جرح الرفض. تعرف إن في أعماق اللي بيعاني من جرح الرفض في شخص حساس جدا وعنده طاقة حب كبيرة، بس مش قادر يوجهها لنفسه وبيوزعها على اللي حواليه لأنه فاكر إنه ما يستاهلش. كل مرة بتحس فيها إنك مش كفاية، أو لازم تعمل أكتر علشان الناس ترضى عنك وتقبلك، أو بتتألم من الرفض من مواقف بسيطة، أو تخاف تترفض لو قلت أنا محتاج أو كنت على حقيقتك، أعرف إن ده جرح الرفض اللي اتحرك جواك. دي مش حقيقتك، ده جرح الرفض هو اللي بيتكلم. ودي بداية الشفاء، إنك تفصل بينك وبين الجرح. انت محبوب ومقبول زي ما انت، وجرحك ما بيعبرش عن حقيقتك لكنه بينادي على شفاك. الشفا منه مش مستحيل، لكنه بيبدأ بخطوة صدق واحدة مع نفسك. تعالوا نبدأ مع بعض رحلة الشفاء. أول مرحلة وهي الوعي بالجرح، إنك تبدأ تلاحظ إمتى بتحس بالرفض. خد بالك من رد فعلك وبتحس بإيه، غضب، انسحاب. الوعي هو أول باب للشفاء. وما تنساش تسمع لسلسلة تمارين قيامة واستيقاظ الوعي، هتلاقيها في قوائم التشغيل على القناة، علشان تبقى واعي بنفسك وتصرفاتك.
طيب المرحلة التانية وهي الاعتراف بالمشاعر. مش لازم تكون قوي طول الوقت. اعترف انك اتأذيت، اتجرحت، اترفضت. اعترف ان في طفل داخلك لسه محتاج يتحب زي ما هو. المرحلة التالتة انك تتحرر من الاحكام اللي عليك، ان انا مش محبوب زي ما انا مش كفاية، انا عبء. كلها معتقدات ظهرت مع الجرح ده من الطفولة، بس دي مش حقيقتك. ابدأ لاحظ معتقداتك واكتبها علشان تواجهها وتغيرها. المرحلة الرابعة وهي الأهم هي التعاطف مع الطفل الداخلي اللي جواك. اقبله زي ما هو وبطل ترفضه. اقبله بمميزاته وعيوبه. تخيل الطفل اللي جواك وشوف هو محتاج ايه. محتاج حضن، محتاج طبطبة، محتاج انه يتقبل زي ما هو. ارجع واتكلم معاه واديله اللي كان محتاجه بس ما خدهوش في الطفولة. المرحلة الخامسة إعادة اختيار العلاقات ولكن بوعي. ابدأ تختار علاقات تسمح لك تكون على طبيعتك، تكون حقيقي. مش شرط الكل يقبلك، مش مهم. المهم ان انت تقبل نفسك وتبطل ترفضها وتستخبى تحت أقنعة وهمية. اقبل نفسك زي ما هي بمميزاتها وعيوبها. وآخر مرحلة هي الاستمرارية. الشفا مش مجرد خطوة واحدة، الشفا رحلة طويلة. كل مرة تتقبل فيها نفسك أكتر، كل مرة ما تسيبش الجرح يتحكم فيك، انت كده بتشفى. حتى لو الوجع لسه بيطلع أحيانا. اختار نفسك دايما، اختار انك تقبلها ايا كان اللي بيحصل. حتى لو عايز تغير اي حاجة جواك، اقبلها الأول علشان تعرف تغيرها. الخلاصة، جرح الرفض مش ضعف، ده جزء منك محتاج حضن مش هجوم. كل مرة تختار انك تكون مع نفسك مش ضدها، انت بتكسر حلقة قديمة وبتخلق واقع جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك فيديوهات جديدة وتمارين جديدة تساعدك في رحلتك للشفاء. بتمنى لك السلام والشفاء والمحبة لأنك تستاهل. سلام.